السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب دايما كده في تم صحة وأحسن حال. عاملين ايه يا حبايبي في الشتاء والبرد ده؟ ربنا كده يهون علينا وعليكم يا رب. انا جبت بقى كرنب، قلت اعمل بقى البرد ده عايز ايه، حلة محشي كده جميلة تستاهل بقكم. فجبت بقى الكرنبة دي، قلت اوريها لكم وبعدين نشتغل كده مع بعض. طبعا في قبل كده انا سالقه قبل كده في القناه، وعامله يعني مسبكه التسبيكه بتاعته، وعامله الحاجات دي كلها. فنشوف يعني شويه حشو كده وحبه حاجات كده نعملهم مع بعض، نشوف مع بعض هنعمل ايه. بصوا الكرنبه الاول حلوه ازاي واموره ازاي، بصوا عامله ازاي، مش غاليه على فكره، ب10 جنيه. وجايبه واحده زيها تانية برضو ب10 جنيه. يعني مش غاليين، وفي نفس الوقت ما شاء الله مليانه ورق. لا هي يعني لا هي جامده قوي زي ما انتم شايفين، لا هي جامده قوي، ولا هي طريه بقى اللي هي بتبقى مهويه من جوه مفيش حاجه. لا ما شاء الله الوسط كده، اللي هي الحاجه اللي بتبقى يعني ورقه على ورقه. بصوا حلوه ازاي. هو ما شاء الله اليومين دول بقى يعني الشتا جت والكرنب بقى بالكميات نازل. حلو قوي قوي، ورقه سارحه كده وجميله، غير الكرنب اللي بينزل كده في الايام اللي هي بتبقى يعني مش بيبقى زرعه او وقته. وادي التانية هي زي ما انتم شايفين، بصوا ما شاء الله برضو ب10 جنيه. بصوا يعني حاجة كده يعني بجد رخيصة. بصوا الجمال. دي التانية، بصوا يعني التانية دي أكبر من الأولانية. بصوا عاملة ازاي، ورقة مندي ازاي، بصوا حلوة ازاي، ما شاء الله. يعني العربيات اللي بتيجي من الأرياف بتبقى حاجات بجد كبيرة ورخيصة، لكن الناس اللي قاعده كده بتبيع الحاجات، يعني بتبيع كرومبا، يعني كرومبا زي دي تقول لك ب 30 جنيه، لو خدتيها يعني اقل شويه تاخديها ب 20 مثلا كده. بصوا حلوه ازاي، بصوا انا بفتحها لكم بس عشان اوريها لكم، عشان دي ممكن ما اعملهاش النهارده. بصوا عامله ازاي، بصوا حلوه ازاي، القرص بتاعها ومليانه وحلوه. القرص بتاعها اكبر من التانيه كمان، يعني بصوا التانيه اهي، عشان بس ايه تقيله مش عايزه اشيلها، بس ايه اوريها لكم. بصوا التانيه اصغر شويه كمان، دي اكبر، دي ب10 ودي ب10. بصوا ما شاء الله، بصوا حلوه ازاي، حاجه يعني بجد يعني. مش غاليه زي ما البياعين بيبيعوها، اللي هم قاعدين بيبقوا على جنب دول بيبيعوا الحاجه طقطقين بجد يعني. العربيات اللي بتنزل بقى الكبيره دي بتبقى ما شاء الله، الواحده قد كده تكفي عيله يعني، ما شاء الله بيطلع منها ورق كتير، وفي نفس الوقت مش غاليه. بصوا دي طلعت كمان اكبر من دي، بصوا ما شاء الله، بصوا بالمقارنه، بصوا حاجه كده يعني في منتهى الجمال بجد. ربنا يزيد النعمه يا رب ويزيد الخير. شوف بقى هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين ورق ابيض وزي الفل. يا دوب بس كده بنحطه، يعني يا دوب يشم النار بس. ورق ما شاء الله عامل زي اللولي. بصوا ما شاء الله، بصوا حلو ازاي، ابيض وحلو ازاي. دي بقى نحشي. طبعا عصقت القوطه الاول، شوحت البصله، وبعدين رحت حطيت عليها شويه خضره، وبعدين بعد كده رحت منزله الطماطم عليها. وبس ابتدت تتعصب مع بعضها بس. وعملت الخلطه زي ما انتم شايفين، حطيت طبعا ملح وفلفل وكمون كزبره، يعني التوابل بتاعتها العاديه خالص، ما حطيتش حاجه زياده. وبس قلبت الخلطه زي ما انتم شايفين، عشان برضو ايه ما اطولش عليكم. تحشي بقى كده، تحطي ورقه كبيره وبعدين تحشي
الورقه كلها وبعدين تقطعيها، او زي ما عملنا قبل كده برضو، او تحشي على ايدك. كله حلو يعني، اللي بتستسهليه اعمليه. على ايدي اهو. برضو بيطلع جامد وحلو. طبعا التسبيكه بتبقى سهله يعني، كلنا بنعمل تسبيكه لاي حاجه، فبسهل عليكم عشان بس ايه منطولش عليكم. بصوا الصبع اهو على الايد. زي الفل. طبعا هعمل كذا واحد كده، وبعد كده اقعد بقى احشي الباقي واوريه لكم. حاجه كده حلوه في الشتاء، بنعملها كتير عن الصيف، برضه الصيف بيبقى حر وعايزه حاجات خفيفه. بصوا حلو ازاي. طبعا صغير او كبير ده يرجع لك انت بقى، اللي بتحبيه اعمليه. بس كده بقى زي ما انتوا شايفين. هكمل انا بقى الباقي وانا قاعده كده اهو. بصوا بس واوريه لكم. بس ايه، هرص ده قدامكم. وطبعا متوسعه ما بين الرصه والرصه، عشان او ما بين الواحده والواحده ما يبقاش كله لازق في بعضه، عشان تنزل الشوربه فيه او الميه ويشرب منها. بس هكمل بقى واوريه لكم. خلصنا المحشي بقى وهنسويه زي ما انتم شايفين كده. بصوا منور ازاي. بس كده. طبعا هنحط طبعا دي الشوربه، هنحط الشوربه وعليها شوربه فراخ، عليها طبعا حاطه نص كوبايه كده عصير طماطم من المستدبكه اللي كنت عاملاها يعني. وبس هي اصلا كانت متحققه يعني متحوجه. طبعا نحط لحد نص الحشو. بصوا لحد النص اهو. نولع عليها بقى ونسيبها واوريكم بقى لما يستوي هيبقى عامل ازاي. بصوا الحلاوه بقى والجمال. بصوا احلى اكل في الشتاء. بصوا صلوا على النبي كده، السلام. ادي الوزه. بقى كده نوريها لكم. بصوا بقى الحلاوه والجمال. بصوا يعني اكله جميله كلنا بنحبها. شوفوا حلوه ازاي. وكده بطلع يعني بيبقى سخن، بيبقى بيتاكل، بيبقى لذيذ جدا. حاجه كده حلوه. وطبعا عامله جنبه وراك، فطبعا لسه حطاها تحت الشوايه. يا رب يكون عجبكم تعملوه. طبعا تعملوا كتير المحشي في الشتاء بالذات، ويدفي هو والعدس والحاجات الجميله دي. ان شاء الله اعمل لكم عدس قريب باذن الله. حاجات كده حلوه بتاعت الشتاء، بتبقى اكلاتها كده لذيذه وبتدفي فعلا وبتدي طاقه. يا رب يكون عجبكم. ولايك وشير وفعلوا الجرس عشان وصلتوا. ميرسي قوي، والسلام عليكم.